بعد ما الاهلي خلص على اتحاد كبسه السعودي وحصلنا على برونزيه كاس العالم للانديه وخدنا لفه على الامارات واتسلينا بالسوبر واحنا جايين علشان ينتهي عام 2023 بنهايه سعيده بالنسبه للمارد الاحمر وليبدا عام جديد لحصد الالقاب. لكن انا جاي استرجع معاك ارقام واحصائيات للنادي الاهلي في عام 2023 وكمان هقول لك مين افضل لاعب في 2023 وهنختار مع بعض افضل تشكيل خماسي في 2023 وكمان هقول لك مين اكتر شخصيه مؤثره في 2023 مع النادي الاهلي. بس بقول لك ايه يا صاحبي، عايزك ترزع اللايك عشان الفيديو يوصل لغيرك ويلا بينا نخش في التفاصيل. وتعالى ابدا معاك بحصاد الاهلي في 2023 واللي الاهلي قدر يلم فيها 5 بطولات من اصل 7 وناخدهم بالترتيب: كاس مصر من بيراميدز، وكاس السوبر برضه من بيراميدز، ودوري ابطال افريقيا من الوداد باستاد محمد عبد المنعم، والدوري المصري كمان من بيراميدز، والسوبر المصري اللي كان المفروض الاهلي يلعبه قصاد بيراميدز. بس في سؤال هنا عندي، هو فين الزمالك؟ وفقد الاهلي بطولتين في 2023: السوبر الافريقي من اتحاد العاصمه الجزائري، وخروجنا من نص النهائي من على ايد العقده صن داونز. ايوه بعترف ان هو عقده، اصل لو ما اعترفتش ان هو عقده هروح له كل ماتش وانا بضحك على نفسي. كده يكون حصيله الاهلي 5 القاب في 2023 زائد برونزيه كاس العالم للانديه. ايه انت فاكرني ناسيها؟ لما تعرف يا اخويا تجيب زيها وبقى تعالى اتكلم معايا. يعني بص معايا كده، دي فرحه جمهور في كاس العالم للانديه فريقه حصل فيها على البرونزيه، ودي كمان فرحه جمهور فريقه صعد فيها لدور المجموعات في الكونفدراليه. طب انا يا عم الحاج راضي بذمتك، انا ايه اللي ينزلني للمستوى ده علشان ارد عليه؟ طبعا انت دلوقتي بتقول لي يا عم انت اللي اسمك يخلينا بس كده مع الاهلي. تصدق عندك حق، تعالى نخلينا مع الاهلي، انا بتبسط لما بتكلم على الاهلي. تعالى وندخل على مشوار الاهلي في 2023. الاهلي لعب فيهم 68 مباراه، اكتر من مانشستر سيتي الانجليزي اللي لعب 66 مباراه. وناخد كمان يا عم الزمالك عشان ما تزعلش، لعب 46 مباراه في 2023. ولا اقول لك نحط الثلاث مباريات بتوع البطوله العربيه يبقوا 49 مباراه. يا لهوي على الاجهاد. ندخل على ارقام واحصائيات الاهلي لعب 68 مباراه، فاز في 45 وتعادل في 15 واتهزم في 8 بس. الاهلي سجل فيهم 128 هدف واستقبلت مرماه 46 هدف. وخد مني التفاصيل دي وراجع ورايا وتعالى نشوف الاهلي عمل ايه في ال 68 مباراه دول. وفي بطوله الدوري المصري من موسم 2023 الاهلي لعب فيه 24 مباراه، وفي موسم 2024 الاهلي لعب 6 مباريات بس. عشان تكون حصيله الاهلي من المباريات في بطوله الدوري المصري 30 مباراه، سجل الاهلي فيهم 58 هدف واستقبلت مرماه 12 هدف بس في ملاحظه عندي هنا، الاهلي لعب 24 مباراه من الموسم الماضي في 2023 وخلص الدوري يوم 26/7، في حين برضو ان موسم 2024 الاهلي متبقي له فيه 28 مباراه، ورئيس رابطه الانديه بيقول لي احنا هنخلص الدوري 30/7 القادم. انت متاكد من الكلام ده؟ ما علينا من عبثيات اتحاد الكوره. وفي كاس مصر الاهلي لعب 6 مباريات، سجل 13 واستقبل 3، والاهلي شارك كمان في 2 كاس سوبر لعب من خلالهم 3 مباريات، سجل 6 واستقبل 2. وفي دوري ابطال افريقيا لعب الاهلي 17 مباراه، سجل فيهم 34 هدف واستقبلت مرماه 11 هدف، من ضمنهم 7 اهداف من نادي واحد بس هو صن داونز. وفي السوبر الافريقي لعبنا مباراه واحده قصاد اتحاد العاصمه الجزائري وانهزمنا فيها بنتيجه 1-0. وشارك الاهلي في الدوري الافريقي ولعب 4 مباريات، سجل 3 اهداف ودخلت مرماه 4 اهداف. وفي كاس العالم للانديه الاهلي شارك في بطولتين، لعب من خلالهم 7 مباريات، سجل الاهلي فيهم 14 هدف واستقبلت مرماه 13 هدف. علشان تكون حصيله المباريات كلها 68 مباراه، الاهلي سجل فيهم 128 هدف واستقبلت مرماه 46 هدف. كده يا صاحبي اكون خلصت معاك اول جزء من مشوار نادي القرن في 2023. وفي الفيديو الجاي هقول لك على ارقام واحصائيات اللاعبين وعلى افضل لاعب في الاهلي 2023، وهنختار مع بعض افضل تشكيل خماسي من فريق النادي الاهلي 2023. وعايزك تكتب لي في التعليقات مين اكتر لاعب مؤثر مع النادي الاهلي في عام 2023. ما تنساش اللايك وتشير الفيديو ده لاصحابك والفولو عشان يوصل لك الجزء الثاني. سلام.